السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. معاكم سلوى الصديق لفرش العرايس. قبل ما نبتدي الفيديو يا ريت نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معنا النهارده شقة عروسة جديدة، يا رب شغلي فيها يعجبكم. شقة عروستنا النهارده عروستنا من جمصة. وطبعا عرايس جمصة ما شاء الله لا قوة الا بالله، ومش من جمصة بس، ده كمان بنوتة وحيدة. واستعدوا بقى للفيديو الجامد. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. من بداية شقة عروستنا كده نقول اللهم بارك للعروسين يا رب. الريسبشن كده كان مفتوح على بعضه، كان فيه هنا ركن حرف ال كافيه في المقابل كده، وده القطعتين النيش والبوفيه في المنتصف. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. هنشوف نظرة بقى على الشقة كده كاملة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنا كانت في الجزء ده الركنة بتاعة الضيوف، كانت باللون الزيتي كده. بسم الله ما شاء الله. كانت السجادة لايقة عليها جدا، وما شاء الله لا قوة إلا بالله. كل الأذواق كانت جميلة، ربنا يسعدها يا رب ويهنيها. تعالوا نشوف محتويات النيش مع بعض. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عملت لها كده جزء سيلفر والجزء التاني جولد. هنا القطعة الأولى عملتها لها بالسيلفر كده، حطيت من فوق قارورة سيلفر ومعاها طقم كاسات. طقم الكاسات اللي هو بصينية ده، حطيت الصينية ورا. طبعا ما كانش معايا مكان، فهتلاقوا كل حاجة متكدسة، بس حاولت أبين يعني أشكال الحاجة. هنا عملت لها برضو طقم قارورة كريستال كان فيها سيلفر، وحطيت على الجنبين برضو طقم كاسات، وبرضو من الخلف حطيت باقي كوبايات. حطت لها، عملت لها الرف ده كاسات بس، تقريبا كان فيه اللهم بارك 4 أطقم كاسات. جمعتهم كده في رف واحد زي ما حضراتكم شايفين. وحطيت من تحت طقم الشاي من الطقم الصيني، كان اللهم بارك باللون السيلفر، كان في داخل فيه سيلفر يعني، فحطيته في الجزء ده عشان يبقى كل النيش متناسق مع بعضه. هنا عملت لها باقي طقم الصيني بتاعها في البوفيه كده زي ما حضراتكم شايفين، عم جمعته لها في رف واحد. عملت لها كده من الرف اللي تحت، جمعت لها فيه طقم اكروبال وطقم اكروبايركس، كانوا بنفس اللون كده. حاولت اوفق يعني الالوان مع بعض عشان العين تبقى مرتاحه. سامحوني بقى الحاجه متكدسه، بس ما كانش معايا اماكن. بسم الله ما شاء الله، ربنا يهنيها يا رب ويسعدها ويدوب حاجتها في الهنا والبركه والسعاده، ويسعدها ويهنيها ويخلي لها جوزها يا رب. هنا بقى الجزء التاني من النيش، عملت لها قارورة جولد كده ومعها طقم كاسات، وبرضو من الخلف بعض الكوبايات الجولد. وهنا برضو طقم قارورة كريستال كده مع برضو بعض الكاسات. وجمعت لها برضو الرف ده كاسات زي الناحية التانية، وعملت لها طقم شاي وجاتوه فيه جولد من تحت، مقابل لطقم الشاي من الصيني اللي في الناحية التانية، علشان برضو يبقى القطعتين متناسقين مع بعض. هنا بقى الركنة بتاعتها كان ناقص بس يتركب الشاشة والستاير طبعا مركبتش في الشقة وانا موجودة. وزعت لها كده الانتيكات على المكتبة بتاعت الشاشة كده زي ما حضراتكم شايفين. اللهم بارك، ربنا يا رب يسعدها ويهنيها. طبعا عاملة لكم مفاجأة في اخر الفيديو، انتظروا بقى عشان تشوفوا المفاجأة. نشوف العريس عمل لنا ايه في الشقة. هنا كده كان في 3 طابلوهات متعلقين على الحيطة مقابل للشاشة. ما شاء الله لا قوة الا بالله. اللهم بارك يا رب، ربنا يسعدها يا رب ويهنيها. اللهم بارك. هنا غرفة النوم، بسم الله ما شاء الله. ده كده كان شكل الدلاية، وصورت لكم كده بالإضاءة اللي في السرير واللي في التسريحة. ما شاء الله، كان في ليد كده في التسريحة وفي السرير. تعالوا بقى نشوف غرفة النوم بالنور العالي. بسم الله ما شاء الله. عملت لها 2 بجعة كده على السرير، وحطيت لها المنديل. ما شاء الله المفرش بتاعها كان فيه شغل يعني، ما كانش محتاج حاجة، بس أنا عملت لها حاجات بسيطة كده وحطيت لها بوكيه الورد. هنا التسريحة بتاعتها كانت جايبة المنظم بتاع الميك اب ده. بسم الله ما شاء الله. الميك اب بتاعها كان كله من بره، كان العريس يعني جايبه لها، ربنا يا رب يخليه لها ويبارك لها فيه. وهنا اللي حطت لها البرفان بتاعها. الأدراج اللي هي بتاعة التسريحة كانت من فوق كده شفافة وكانت مقسمة. وزعنا لها فيها بقى كل الاكسسوارات بتاعتها والتوك وكده زي ما حضراتكم شايفين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والأدراج اللي من هنا دي برضو باقي حاجتها كده الخاصة
والأدراج اللي تحت دي وزعت لها فيها الشنط والكروسات بتاعتها. مكانش طبعا معايا مكان خالص، فهي كانت كروسات صغيرة يعني، فحطيتها في الأدراج كده زي ما حضراتكم شايفين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هتلاقي الطرة بتاع كاتب الكتاب كده على الكومود. تعالوا نشوف بقى الدولاب مع حضراتكم. هنا كان اللبس الخروج بتاعها بتاع العريس، والرف بتاع العريس كان من فوق. وهنا بقى اللبس بتاع البيتي الشتوي كده من فوق زي ما حضراتكم شايفين. ووزعت لها الصيفي من تحت، وحط لها الرف ده عملت لها الفوط استعملها. وهنا بقى الشتوي كده زي ما حضراتكم شايفين، ومن فوق عملت لها الملايات، وفي النص كوفرته كده زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. ربنا يا رب يسعدها ويهنيها. قولوا رأيكم بقى في الدولاب، وكل قطعة كده في الشقة وكل مكان تقولوا رأيكم في الكومنتات وتشجعوني، تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة اللي مش مشتركة، وتدعوا دعوة حلوة من القلب للعروسة وليا. يا رب يسعدها ويهنيها. تعالوا نشوف بقى الغرفة بتاعت الأطفال. ربنا يرزقهم الذرية الصالحة اللهم آمين. كانت برضو جايبة نفس المفارش هنا، والدلاية كانت اللهم بارك جميلة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنا بقى كانت تسريحة ومكتب ومكتبة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، متعددة الاستخدامات. كان في أباجورة كده نورتها عشان أوريكم الإضاءة، ووزعت لها بقى بعض الأنتيكات اللي مامتها كانت مصممة عليها، وزعتها لها هنا. دولاب الأطفال بقى كان بس اتفضل معايا البطانيتين دول، ما كنتش لاقيه لهم مكان، فرفعتهم كده فوق الدولاب. هنا عملت لها بقى الدولاب المفروشات زي ما حضراتكم متعودين. عملت لها الملايات بتاع الأطفال كده، وعلى الجنبين كوفرتات. الكوفرتات دي اللي هي بتبقى فيها الملاية بتاعتها. وزعت لها بقى اللحاف الكبير وبطانية كبيرة وكوفرتات، يعني معظم مفروشات السرير الكبير ومعهم مفروشات للأطفال في الضرفة دي. وعملت لها هنا بقى الضرفة دي للفوط كده زي ما حضراتكم شايفين اللهم بارك. عملت لها كده الفوط على الجنبين والرف الكبير اللي فوق والكوفرتات والحفا الأطفال والمفارش القطيفة وكده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لو عجبكم بقى فرش الدولاب حطوا لي لايك وقولوا لي رأيكم فيه. ما شاء الله ربنا يسعدها يا رب ويهنيها. حاولت اعمل كده الالوان متناسقه في الضرفه دي، كله موف وكشمير وكلام من ده. قولوا لي رايكم بقى في ذوقي في تنسيق الالوان. ما شاء الله لا قوه الا بالله. نخرج بقى نروح على المطبخ، نشوف الحمام الاول. كان مساحته حلوه كده ما شاء الله، وكان فيه كابينه شاور. كان هنا الغساله النص في جنب كده، ودي الكابينه بتاعت الشاور، وعلقت لها البرامس كده في الشماعه اللي ورا الباب. ودي الوحدة اللي هي بقى فيها المنظفات بقى والصابون والشاورات وكده. ما شاء الله ربنا يسعدها يا رب. هنروح بقى نشوف المطبخ بتاعنا. كان فيه سفرة صغيرة محندقة كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنا كان الديب فريزر والتلاجة في الأول. المطبخ برضو كان مساحته حلوة، بس هو ما كانش مربع، كان فيه جزء يعني بزاوية كده. عملت لها المفرش كده والفازة. هنا بقى المطبخ كده كانت باللون الرمادي كده. حطيت لها شنطة المعلق وشنطة السكاكين فوق الديب فريزر. ده الجزء بقى اللي هو الزاوية اللي جوه دي. هنا كانت الغسالة اللي هي الأوتوماتيك في الجنب كده، وحطيتها التربو قدامها. نظرة كده على الرخامة وعلى التوزيعات اللي على الرخامة زي ما حضراتكم شايفين كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم بارك. طبعا انت هتقولي لي الرخامه زحمه، وهتشوفوا بقى الظرف وتشوفوا انا عانيت قد ايه علشان حاجه العروسه كلها تتحط في المطبخ، مع ان اللهم بارك مساحته حلوه. هنا بقى الضرفه اللي فوق الديب فريزر حطيت لها حاجه الرحلات، الترمس بقى وحافظ الطعام وكاتل زياده وعلب التلاجة اللي هي الكبيره بتاع الخزين. هنا حطيت لها الشوايه والصواني بتاعت طقمين صواني كده اللي هو القوارب بتاع الفرن. ده كده نيش المطبخ. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. كان عميق لجوه اللهم بارك. شوفوا حطيت فيه كذا اللهم بارك كذا طقم، ومن تحت حط لها طقم قاروره برضو كذا طقم كيسات وشوبات وكوبايات.
هنا الطقم الجيلي اللي على صينية ده، ووزعت حواليه بعض الفناجين من الطقم الأكروبال بتاع المطبخ، والشبات برضو بتاعة المية. هنا الفرن بتاعها حاطط لها من تحت الدرج ده بتاع الصواني البايركس، ده طلب العروسة ومامتي العروسة. هنا كان ده تربو للخزين ما شاء الله. الضرفة دي كانت مقسمة كده للصواني، عملت لها جزء فيه صواني الفرن وصواني الحلويات، وجزء صواني التقديم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنا الأدراج بقى كان عندها كذا وحدة أدراج، وزعت لها بقى فيها الرفايع كده زي ما حضراتكم شايفين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كل قسم مع بعضه كده، قسم الحلويات وقسم للمعالق، وطالما عندنا مكان يعني ايه براحتنا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنا كانت عاملة برضو الضرفة دي منظم للمقالي كده، حطت من تحت المقالي الصغنونة الكيوت دي، ومقلاية اللي هي طاسة الكريب، وعلقت لها بقى شوية مقالي ستيل ومقالي جرانيت كده، كان حامل متحرك. عملت لها هنا مجات وطقم اللي هو بتاع الشاي والسكر، وعملت لها الزاوية دي بقى فيها الحلل بتاعتها، طقم جرانيت وطقم صاج داخله جرانيت من فوق، ومن تحت طقم التيفال وطقم الستيل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حاولت أضغط الحاجة كده زي ما حضراتكم شايفين عشان المطبخ ياخد معايا كل الحاجة، كانت حاجة اللهم بارك. عملنا الإيرفراير كده في الزاوية. الضرفة دي بقى عملت لها دي اللي جنب النيش، عملت لها طقم خشاف كده وبعض الكوبايات من فوق، شبات المية والشاي. وهنا طقم الأكروبال برضو ضغطته في رف واحد زي ما حضراتكم شايفين كده، كان اسود فابيض. الضرفة دي كانت صغيرة كده، عملت فيها على قد ما اقدر طقمين شربات وبعض الكوبايات معاهم. والزاوية دي بقى عملتها لها من فوق كلها حاجات ألمونيوم، صواني وكسرونات ومن تحت ستيل برضو كسرونات وبراريد وكنك ولبانة، وحطيت الجريلا الدبل برضو، كان يعني المكان ده أكتر مكان أخدها. الضرفة دي كان فيها بقى حاجة الزيت والخل والكلام ده. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنا طقم التوابل والتوزيع وطقم الشوربة. الضرفة دي عملتها للأجهزة من فوق العجان، وما شاء الله كان عندها كذا مكنة تقطيع ومكنة ورق العنب، وهنا الخلاط والهاند بلندر والكبة ومضرب بيض. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جمعتهم لها في ضرفة واحدة كده. دي كانت الضرفة دي كانوا عاملينها للأنبوبة. هنا برضو وحدة أدراج، وزعت لها بقى الحاجات اللي هتحتاجها جنب البوتاجاز زي ما حضراتكم شايفين كده، كل احتياجاتها هتبقى جنب ايديها. والدرج ده بما انه قريب برضو للحوض، عملت لها فيه الاسبونشات وفوط المطبخ. ما شاء الله لا قوة الا بالله. دي بقى كانت زاوية بقى ناحية الحوض، عملت لها كل علب التلاجة زي ما حضراتكم شايفين برضو، وبرضو أطقم كنك وأطقم علب تلاجة ستيل. ما شاء الله لا قوة الا بالله. ومن تحت بقى كل برضو علب خزين والبلاستيكات وأطباق الغسيل والحاجات البلاستيك يعني كلها جمعتها لها كده. هنا بقى تحت الحوض كانوا عاملين برضو منظم للمنظفات، حاطط لها الصينية بتاعة العشاء جنبه كده. وكان هنا بقى الناحية التانية الباسكت والأطباق اللي هي الستيل والبلاستيك اللي هي الكبيرة، واللي هي الجراكن دي ما دخلتش في المنظم، كانت عالية، حطيتها كده في الأرض. عملنا لها الزرعة الخضراء الجميلة دي على الرخامة. باقي الظرف بقى كله كوبايات مضغوطة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهنا كان طقم سمك وطقم خشاف كريستال. والزاوية دي برضو كلها كوبايات كده زي ما حضراتكم شايفين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، برضو مضغوطة وعلى قد ما أقدر كل حاجتها اتحطت. يا رب يسعدها وتدوبهم في الهنا والسعادة يا رب. هنا برضو بعض المجات كده زينت بيها كده، وكلها كانت مجات إزاز وصيني وكده ما شاء الله. الضرفة دي بقى عملت لها اللي هو الطقم اللي بيجي على بعضه الكرتونة الواحدة دي، طقم الكاسات، كاسات وشبات ومن تحت باقي الطقم كده زي ما حضراتكم شايفين، وزعته على رفين. احتياجاتها بقى جنب ايديها، استعمالها اليومي. هنا الطقم العشاء البورسلين بتاعها وزعته لها كده في الرشاقة زي ما حضراتكم شايفين. ما شاء الله كان لونه جميل. حطيت لها برضو شاي ومية وقهوة استعملها. والضرفة بقى اللي الناحية التانية حطيت لها شوبات وكوبايات عصير ومجات بقى مساعد معاها برضو تبقى جنب ايديها استعمالها اليومي. والزاوية دي كمان كلها بقى أطقم خشاف
واطقم جيلي وشوبات ما شاء الله لا قوة الا بالله، وطقم كاسات برضو سيلفر كده دخلته معاهم، ومن تحت كده طواجن بورسلين، وحطيت معاها كل المجات البورسلين. يعني حاولنا نوفق كده على قد ما نقدر. عملت لها هنا طقم شاي وجاتوه كان باللون الاسود، عملته لها من فوق كده بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، ومن تحت حطيت لها الطقم الاكروبايركس برضو ضغطته كله في رف واحد كده زي ما حضراتكم شايفين. شجعوني بقى بكلمة حلوة كده، علشان انا تعبت في المطبخ ده جامد ان انا احط كل حاجتها ما شاء الله لا قوة الا بالله. وادعوا لها دعوة حلوة من القلب، واشكروا لي بقى مامة العروسة والعريس، وخالة العريس ومامة العريس وكل اهل العريس حبايب قلبي، يا رب اشوفهم دايما في الفرح. نظرة كده على الريسبشن، وتعالوا نشوف بقى العريس العسل. الذوق عمل لنا ايه، صور لنا بعد الفرح بعد ما الستاير ركبت، صور لنا كده الشقة زي ما حضراتكم شايفين بالستاير. طبعا عايزاكم تقولوا كلمة حلوة بقى في الكومنتات وتشكروه جامد، لان هو ذوق جدا. وصور لي وبعتوا لي الفيديو، علقوا الشاشة وعلقوا الستاير. انا طبعا حذفت من الفيديو اللي هو بعته حاجات كتير، لان هو مصور طبعا فتح الضلف والكلام ده، فانا طبعا انا وريتكم عشان ما اطولش عليكم. حبيت بس اوريكم كده شكل الستاير وتصويره. دي كده الستارة اللي عند الحمام والمطبخ ما شاء الله لا قوة الا بالله. هنا بقى المطبخ كانوا عاملين ستارة فوق في الشباك اللي هو فوق الترابيزة، كانت بلون المطبخ كده ما شاء الله، كانت جميلة اللهم بارك. كان كورنر كده عشان ياكلوا بقى عليه وكده، ويبقى الدنيا حلوة، ربنا يسعدهم يا رب اللهم امين. هو كان بيفتح لي، انا حذفت كتير برضو، كان بيفتح لي الظرف. نشكره جامد، ربنا يسعده يا رب ويرزقه ويبارك له. كان بيفتح الجزء ده، انا ما حذفتوش ليه مش عارفه. هنا بقى كان بيصور الرخامة كده زي ما حضراتكم شايفين. ما تنسونيش بقى في كلمة حلوة من القلب ودعوة حلوة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بقى كان الكلمة حطيناه هنا، والزرعة الخضراء الكيوت دي ما شاء الله، كانت مامتها ما قصرتش في الزرع وفي الانتيكات. ربنا يا رب يبارك لها فيها ويسعدها، وعقبال ما يجي للشباب. وذوقها الجامد جامد في السجاد وفي الستاير وفي كل حاجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ستايرها كانت جميلة ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده، اللهم بارك، ربنا يسعدها يا رب. والسجاد برضو كان ذوق عالي جدا ما شاء الله. هنا بقى دي ستارة فاصلة بين الركنة دي والركنة دي. هنا كده الجزامة واتنين بف حواليها كده زي ما حضراتكم شايفين. الستارة برضو كانت هنا باللون الزيتي، لون الركنة ما شاء الله. كان ناقص هنا برضو مع الستارة الطبلوهات اللي كانت على الحيطة، كانوا اتنين بس اللي اتعلقوا، واللزق يومها خلص، فهو كان علقها برضو بانت في الفيديو اهو من الطبلوهات ما شاء الله لا قوة الا بالله. كل حاجة لايقة على بعضها، وكل حاجة ما شاء الله لا قوة الا بالله طالعة اللهم بارك بالبركة كده، بس ذوقهم عالي ما شاء الله. تعالوا نشوف غرفة النوم مع بعض. ستايرها برضو كانت باللون الكافيه ما شاء الله لا قوة الا بالله، لون الحيطان ولون العفش. هو برضو كان فاتح الدولاب بس انا حذفته لان احنا شايفينه قبل كده عشان ما اطولش عليكم. هنا ما شاء الله ده شكل الستارة ما شاء الله لا قوة الا بالله، اللهم بارك. ودي الستارة اللي هي على البلكونة. انا هسيب لكم لينك التواصل في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت. ما تنسونيش بقى في لايك، واللي مش مشتركة تشترك من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو. وروحوا على البيج بنزل عليه نصايح وبنزل الشغل بقى لايف، فادعموني بقى بلايك، وتدعوا دعوة حلوة لعرايسنا، وتدعوا دعوة حلوة ليا ولكل الحبايب، ربنا يصلح حالهم ويسعدهم. هنا بقى شكل الدولاب ما شاء الله لا قوة الا بالله. برضو ستاير الغرفة دي كانت كافيه. كانت مامة العروسة مدخلة الألوان بس مغيرة الألوان في السجاد. هنا كافيه في زيتي، وكان في أوضة النوم كافيه في كشمير.
ما كانتش عايزة اللون السائد يبقى كافيه يعني. ونشكر بقى، ما تنسيش نشكر العريس في الكومنتات على تصويره ليا. وربنا يا رب يسعده ويصلح حاله ويرزقهم ذرية صالحة، اللهم امين. سيب لكم الرقم التواصل على الفيديو. واشوفكم ان شاء الله في شقة جديدة وعروسة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.